متابعي بنكير، اهلا وسهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن قرار البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفايده. خلينا كلنا ملاحظين ان الفيدرالي الامريكي ثبت اسعار الفايده خلال جلسه امبارح والجلسه السابقه لجلسه امس، والمركزي المصري قام هو كمان بتثبيت اسعار الفايده على الايداع والاقراض عند 19.4% للايداع و20.4% للاقراض. ولكن خلينا نقول ان ده من اهداف السياسه النقديه للبنك المركزي المصري، هو المحافظه على الاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد المصري خلال الفتره الحاليه والفتره المستقبليه، وخصوصا ان احنا بنسعى او البنك المركزي بيسعى عامه على انه يخفض حده التضخم وينزل التضخم دوت كنوع من انواع المستهدفات الخاصه بالمركزي المصري خلال 2024 و2025. خلينا نقول ان احنا النهارده لو بنتكلم عن التضخم اللي وصل 38.5%، المستهدف لينا في 2024 او في الربع الرابع على وجه الخصوص من 2024 لدى البنك المركزي ان يتم تقليل حده التضخم لتصل الى 7% ماينص او بلس 2% زياده او نقص. ولكن خلينا نقول برضو ان المركزي حريص على ان حدة التضخم ديت تنزل كمان في الربع الرابع من 2025 لتصل الى المعدلات الطبيعية المعتادة في الاقتصاد المصري عند 5%. طبعا كلنا نأمل ان دوت يحصل. النهارده بتثبيت البنك المركزي لاسعار الفايدة كانت على غرار تثبيت الفيدرالي الامريكي لسعر الفايدة امس، وانه ما رفعش زي ما كان بيقول رئيس الفيدرالي الامريكي ان فيها هيبقى في تداعيات اكتر خلال الربع الاخير من 2023 والربع الاول والثاني من 2024، على ان الفيدرالي الامريكي هيبتدي يحرك ويزود ويرفع اسعار الفايده خلال الفتره اللي جايه. ولكن ده ما حصلش امبارح وما كانتش مفاجاه، لان احنا في بنكير قلنا الكلام دوت ان بدأ التضخم يقل في امريكا خلال الفتره السابقه، وما كانش فيه اي مبررات كانت تستدعي ان الفيدرالي الامريكي يرفع سعر الفايده. وبالتالي جميع البنوك الخليجيه ومنها كمان البنك المركزي المصري لم ياخد خطوه برفع اسعار الفايده. ده كان متوقع جدا، على الرغم ان كان في كتير من الاقتصاديين والمهتمين بالاقتصاد كانوا بيقولوا ان هيتم رفع على الاقل 1% من قبل البنك المركزي المصري لدعم الاستثمارات اللي المفترض انها تخش مصر خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. ولكن المركزي كان ليه هدف تاني وكان ليه رؤية تانية، وهي دعم الأفراد علشان خاطر يحصل نوع من أنواع الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي. خلينا برضو نعرف المشاهدين إن النهاردة لما بيتم رفع أسعار الفايدة ده بيكون التضخم فيه زايد وفي حدته بيبقى فيه حدة شديدة في التضخم داخل جمهورية مصر العربية. لذا بيلجأ البنك المركزي في الحالات ديت عن طريق ضبط السياسة النقدية انه بيرفع سعر الفايدة عشان تشجيع المستثمرين او تشجيع اللي هم الافراد ومحتاجي الجنيه على انهم يدخروا ويقللوا من حجم الانفاق بتاعهم. ولكن احنا شايفين النهارده ان في دعم قوي للاقتصاد المصري من قبل البنك المركزي، وان في خطوات جاده على ان التضخم ينزل لادنى مستوياته خلال الفتره القادمه ان شاء الله. خلينا كمان نتكلم على اللي بيحصل في سوق الذهب. طبعا ده موضوع بيهم كل المستثمرين او بيهم اللي هم عاوزين يحافظوا على قيمه اموالهم خلال الفترة الحالية أو خلال الفترة القادمة كمان إن شاء الله. جالنا استفسارات كتير جدا، هل يا ترى نشتري ذهب ولا نبيع الذهب اللي معانا، وخصوصا إنه في نقطة أفضل من النقطة اللي فاتت. خلينا نقول إن الذهب كان عند مستوى مش هنقول متدني ولكن مستوى معتدل. كان جرام الذهب العيار 21 كان عند 2150 أو 2145 جنيه للجرام، ومرة واحدة عشان تداعيات أحداث الحرب اللي موجودة في غزة والأراضي الفلسطينية ارتفع إلى أن وصل 2600 جنيه ووصل أحيانا إلى 2630 جنيه. ولكن مع تهدئة الوضع الحالي وهدوء الوضع الحالي نسبيا، طبعا مش هنقول الهدوء كامل ولكن هدوء نسبيا، بدأ نحس ان في انخفاض في اسعار الذهب. وجرام الذهب النهارده على عيار 21 كان مسجل 2525 للشراء و2545 ووصل ل 2555 للبيع. طبعا احنا توقعاتنا زي ما هي. النهارده احنا كنا قلنا قبل كده ان
التأثيرات السياسية أو الجيوسياسية بيبقى لها أثر صريح وأثر مباشر وسريع جدا على أسعار الذهب كملاذ آمن طبعا للاستثمار من قبل المستثمرين. ولكن خلينا إن مع تهدئة الوضع في غزة أو في الأراضي الفلسطينية ومع عودة الوضع مرة تانية وحدوث استقرار في المنطقة عامة، تمام، ما فيش ان شاء الله تعالى تداعيات لوجود حرب قادمه. طبعا احنا لا نامل ان الكلام ده يحصل في الفتره الحاليه او في الفتره المستقبليه. هيتراجع الذهب ليصل الى النقطه الطبيعيه اللي كان فيها وهي ال 2150 للعيار ال 21. واحنا كمان شايفين ان السعر العالمي هو كمان بينخفض بعد ان وصل السعر العالمي ل 2010 دولار للأونصة. النهارده احنا لقينا ان السعر العالمي انخفض ووصل ل 1985 دولار للأونصة. اخيرا نتكلم عن او نتحدث عن الدولار. الدولار في السوق السوداء هو كان النهارده او السوق الموازي وصل ل 46 جنيه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في صله ويعني ارتباط وثيق جدا ما بين الذهب وما بين الدولار، وخصوصا ان اكتر من بيسعروا الذهب او موجود في او التسعير بيتم في سوق الذهب على الدولار. طبعا احنا عارفين ان الدولار في السوق الرسمي او في القنوات الرسميه في البنوك هو بيسجل 95 قرش للدولار مقابل 30 جنيه 95 قرش مقابل الدولار الواحد. ولكن النهارده وصل كان ما بين 44 ل 46 في السوق الموازي. خلينا نقول ان مع انخفاض حده التوترات الجيوسياسيه برضو هينخفض الدولار في السوق الموازي. النهارده الحكومه بتسعى جاهده بالقيام بمشاريع تنمويه على مستوى عالي جدا، وهي النهارده بتقود وفي حملات النهارده زي ما احنا بنسمع. النهارده جاي لنا طبعا استثمارات خليجيه واستثمارات اجنبيه هتخش البلد خلال الفتره القادمه، هيكون من شانها دعم الدولار داخليا وهيكون من شانها تعزيز قوه الجنيه قصاد الدولار كعمله. مصر مش خلينا ما ننساش طبعا برضو انضمام مصر رسميا في مجموعه البريكس واللي هتبتدي فعالياته الرسميه في يناير 2024، واللي هيتم فيها خفف حده الضغط على الدولار فيها وحده الضغط الطلب على الدولار يعني اللي نقصده، علشان يتم تبادل العملات ضمن ما بين مجموعه البريكس. يعني برضو نشرح للمشاهدين ان هيتم تبادل المنتجات بالعملات المحليه، الجنيه مقابل اليوان او الجنيه مقابل الروبيه او الجنيه مقابل باقي مجموعه الراند مثلا الجنوب افريقي، واي دول مستقبليه هتنضم للمجموعه اللي المفترض انها هيبقى في جلسه اخرى في نهايه 2024 هيتحدد على اساسها اذا كان هيتم دخول دول جديده او عدم دخول دول اكتر من المجموعه الموجوده حاليا. توقعاتنا الاخيره للدولار وللذهب احنا شايفين ان هيبقى في انخفاض مع استقرار الوضع السياسي او الجيوسياسي في المنطقه خلال الفتره القادمه ان شاء الله، واحنا شايفين ان فعلا بيتم ده دلوقتي. صحيح النسبه او نسبه الانخفاض نسبه قليله، ولكن انا اتوقع ان لنهايه السنه مش هيكون في زياده في الاسعار مره تانية زي ما شفنا والقفزه اللي حصلت في اسعار الذهب او الدولار في السوق الموازي خلال الفتره اللي فاتت الاسبوع او العشر ايام اللي فاتوا، وهيكون في استقرار نسبي في السوق ما بين يعني 2 أو 3 جنيه في الاسعار اللي احنا بنشوفها بصفه يوميا ارتفاع او انخفاض، الى ان يحصل استقرار في الوضع الجيوسياسي، وده هيستتبعه مباشره نزول في اسعار الذهب او الدولار في السوق الموازي. نقبل ان شاء الله تعالى في الفتره وفي المستقبل القريب نسمع اخبار كويسه، واحنا شايفين ان في رؤيه مستقبليه خلال 2024 و2025 هيكون فيها تحديات كبيره جدا لمصر وتحسين كبير جدا في الوضع الاقتصادي لينا ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، كان معاكم الخبير المصرفي وليد عادل.